هنعمل معاكم الاكله اللي انتوا شايفينها دي صحيه وتنفع في الدايت، وخصوصا ان احنا رجعنا كمان نعمل دايت تاني بعد ما زاد وزننا شويه. الاكله دي ينفع نعمل جنبها رز او نعمل جنبها الفريك. انا الفتره دي لازم ناكل بقى الفريك عشان نخس شويه عشان سرعاته قليله. وينفع ياكلوها الولاد جدا ومفيده ومليانه بالبروتين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. يلا بينا. معانا بقى ايه المقادير بتاعتنا؟ كلها سهله وبسيطه وحاجات ايه قليله خالص. معانا كوبايه من الحمص المسلوق، مش سلقينه جامد قوي، يعني سلقينه نص سلقه كده. ومعانا 3 بصلات صغيرين، اللي عايزه تجيب بصلايه كبيره مفيش مشكله. بصوا السحر اللي انا هعمله دلوقتي وانا بقطع البصل، ايه رايكم بالطريقه دي؟ والطماطم نفس الطريقه. شفتوا ساحره؟ هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا على النار، هننزل فيها بمعلقتين زيت وهنشغل النار بتاعتنا عاليه، مش هنوطي النار. هننزل بالبصله بتاعتنا وهنقلبها بقى كويس. اول ما البصله تدبل معانا بسيط هننزل بمعلقه صغيره من الثوم، هنقلبهم كويس. وبعد كده بقى ايه التكه اللي هي بتخلي الدنيا حلوه قوي، فلفل قرن فلفل حراق، هنقلبه كويس والبصله تاخد تقلب معانا كويس لحد ما تاخد لون معانا، لون بسيط، مش عايزينها لون غامق. هننزل بمعلقتين من الصلصه، دي صلصه كانت عندنا في التلاجة ما حطيناش الصلصه الجاهزه. هنقلبهم كويس وما تستخسريش في قلب اختك اللايك والمتابعه، انا حاسه ان انتم مقصرين معايا قوي. بقالنا فتره غايبين عنكم ودينا رجعنا لكم بوصفه ايه جميله وصحيه. هننزل بالطماطم بتاعتنا اقتربت. هننزل بقى ايه بالتوابل بتاعتنا، رشه من الفلفل الاسود يعني ربع معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره كمون. ودي بقى التوابل اللي انا عاملاها بتاعتنا اللي احنا عملناها معاكم في رمضان، حطيت منها هتخلي الطعم حكايه. هننزل بقى ايه بربع كوبايه كده من الميه. نسينا بقى نحط الملح بس هنحطه دلوقتي. هنحط معلقه صغيره من الملح، مش هنكتر عن معلقه صغيره. ونسيبها بقى ايه تاخد غلوه كده مع بعضها. الملح اهو، اول ما تاخد تقليبه كده محترمه وخدت الغلوه ديت هننزل عليها بقى ايه الحمص بتاعنا، وهنغطيها ونسيبها هتاخد سوا بالظبط 5 دقايق، ما تكتريش عن 5 دقايق عشان الحمص ما يتهريش منك. انا ما صبرتش ان هي تاخد الغلوه والله، ودقت منها طعمها خطير. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طعمها يم يم يم. خلصت بقى معانا بالشكل ده، هنغرفها على طول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا انا قربتها لكم ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه فاخر من الاخر وكمان صحيه. الناس اللي بتغلب في الدايت ومش عارفه تعمل اكل ايه ومحتاره، ادي اكله بسيطه وسهله، جربيها مش هتندمي. تحفه. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي.